شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم شلاضه او سلطه بالروز والخضر. كتجي منعشه في هذا الصيف، كتجي بارده. كنتمنى تبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديالها. عندي هنايا 2 زلايف ديال الروز و2 علاب ديال المايز او الذره المعلب. انا درت 2 طبيصلات، الا درتو غير واحد الطبسيل ديروا زلافه واحده. شديت الروز ديالي غسلته مزيان بالماء البارد مرتين، حيت باش يتحيد داك النشاويه اللي كتكون فيه. عاد عبرت درت 2 العلب 2 زلايف ديال الرز، ودرت 4 زلايف ديال الماء. صافي خليت الماء ديالي حتى غلا ودرت الملحه ورميت فيه هذاك الرز وخليته 10 دقائق. صافي طفيت عليه ودرته في الكسكس باش يتقطر. الا كاين الا بقى فيه شي ماء ولا شي حاجه صافي. والخضر ديالي درت اللوبيا ودرت الخيزو او الجزر ودرت بطاطا. نتوما ديروا اللي بغيتو، انا هادشي اللي درت. نقيتهم كاملين وغسلتهم، هذا المايونيز ديال الدار. ودرت صافي الخضر ديالي نقيته قطعته مربعات صغار، وكل حاجه درتها في الميكا بوحديتها. ودرتهم في الطنجره، جمعتهم في الطنجره مع شويه الماء وخليتهم حتى طابوا ودرت ليهم. صافي خليتهم في الثلاجه باش يبردوا. وجدت المايونيز، درت 2 بيضات، كاس ونصف ديال الزيت مع شويه د الملحه و2 معالق ديال الخل. صافي خليته على جانب. ودابا كما كتشوفوا معايا درت الروز ديالي في اناء فاش خلطت، ودرت المايز ودرت الثوم ديال الزيت ودرت شويه د المايونيز، خلطت كل شيء. ودابا كندير في هذا المول ديال الفلو. نتوما ديروا في اللي بغيتو، في الزلافه ولا في المول ديال الكيك داك الطويل كيجي رائع في المنظر. انا اخترت غندير هذا. غنعمر مزيان هاد المول باش يجيني طبقه باينه. خليت شويه الذره او المايونيز للتزيين. دابا غندوز البطاطا ديالي بعد ما طابت وبردت مزيان في الثلاجه. غندير ليها المايونيز. هاد المايونيز ديال الدار البنات كيجي زوين بزاف وكيعطي واحد البنه زوينه للسلطه، احسن من داك اللي كنشريو. والله كيجي بنين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، ساهل ودغيا كيوجد معانا. دابا درت المايونيز البطاطا وشويه د الملحه. اللي بغات دير شويه د الابزار ديروه، انا ما درتوش، ما كيعجبنيش الابزار مع البطاطا. درت شويه د الملحه. دابا غنخلطها وغنخليها على جنب، وغندوزو اللوبيا ديالنا. دابا غندير ليها شويه د العصير الحامض، مع شويه د زيت الزيتون، شويه د الملحه. درت العصير ودرت الزيت.
دابا غندير شويه د الملحه وغنخلطها وغنخليها على جانب حتى هي. دابا غندوزو الخيزو او الجزر، غندير ليه الحامض وزيت الزيتون والملحه. اللي بغا دير شويه الابزار ديرها. غنخلط هاد الجزر او الخيزو وغنخليه حتى هو على جانب. وعندي هنايا الخيار قشرته ونقيته مزيان، ودابا غنحيد ليه هاد الزريعه. غنقطعو بحال هاد الشكل مربعات صغار. دابا غنقطعوه كامل. عندي هنايا 3 د الحبات كبارين. غندير ليه شويه د الملحه درت شويه د العسل الحامض كيعطي واحد البنه زوينه. والملحه بطبيعه الحال. دابا جبت 3 حبات ديال عفوا ديال المعطيشه او الطماطم، قشرتها ودرت ليها شويه الملحه، قطعتها صغيره كما كتشوفوا معايا، عاد درت ليها الملحه. ودابا غنمونطي الشلاطه ديالي بالتبصيل. غنحط في الوسط هاد الرز وغنديرو الخضر ديالي في الجناب بحال هاد الشكل. غندير بطاطا في هاد الجهه، غندير قبالتها البطاطا عاوتاني. غنمشي الخضر ديالي بحال هاد الشكل هنا وهنا باش يجي منظر زوين. وحتى الناس ملي كياكلوا شويه من هنا وشويه من هنا. ودرت اللوبيه دابا غندير الخيزو ديالي هنايا. هاد الشلاضه البنات وجدتها في الباديه، مشيت عند والديا تماك وجدت هاد الشلاضه. غتكونوا لاحظتوا حيت ماشي الكوزينه ديالي.
دابا غندير الخيار، دابا بقى ليا غير المعطيشه غنديرها، وهاد الطبسين ديالي واجد. غنزينو بالمايز اللي خليت، وهاد الوسط ديال الرز غندير فيه القشر ديال المعطيشه، غنشكل منها ورده وغنحطها في الوسط بحال هكا، كتعطينا واحد المنظر زوين. غنزين بحال هكا بالمايز، وهذا هو الطبسين ديال الشلاضه ديالنا. كيجي زوين بزاف وكتجي بنينه هاد الشلاضه ومنعشه في هاد الصهد. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم عجبكم، طبقوا هاد الشلاضه ان شاء الله، هاد الوصفه ان شاء الله يا ربي. وبسلامه عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.